شفتوا الشاب ده بيطلب منكم ايه تعملوه لوالدته؟ شوفوا كده. السلام عليكم. دايما انا متعود ان انا اشوف الفيديوهات بتاعت امي واشوف كلامها وصوتها وملامح وشها علشان ما تغيبش عن بالي، عشان خاطر افضل فاكر ملامحها وافضل اسمع صوتها واسمع دعواتها ليا. الحاجات دي بتخليني ابقى مبسوط ومطمن، ويمكن بتخليني احلم بيها. او دايما لما اجي ابقى في مشوار او في طريق، دايما اتذكر شكلها اللي انا شفته كده، ودايما يعني ابقى مطمن. فانا لسه شايف دلوقتي، يعني انا قاعد في البيت لسه شايف الفيديوهات ليها. كانت يعني زي ذكرى كنت انا بصورها لها عشان خاطر افضل مخليها معايا وكده. فحسيت ان انا مش عيط، انا كويس. بس حسيت ان انا قلبي وجعني قوي. هو انا ارتحت جدا، بس انا حسيت ان انا قلبي وجعني. قلت افتح الكاميرا واحكي لكم واقول لكم ادعوا لامي، اقول لكم ادعوا لماما، وان هي جميله تستاهل ان انتوا تدعوا لها بالرحمه، ان هي تعبت في حياتها ومرمطت واتبهدلت. ولو فضلت احكي عن اللي هي مرت بيه وشافته في الدنيا مش هسكت، لان هي ضحت وعدت باصعب الفترات في حياتها والله. بس هي فضلت واقفة على رجلها واستحملت، يمكن رجالة كتير قوي ما تستحملهوش والله. فهي تستاهل والله العظيم. امي تستاهل ان انتوا تدعوا لها، وان انتوا كده تفكروا بس فيها ان هي جميلة وان هي ربتني وكبرتني وعلمتني انا واختي وبطولها، ومحدش ساعدها. شايفين الدنيا عامله ازاي وحشه ازاي، غير امراضها. فما تستاهلش ان انت تدعي لها يا اخي، وانتي ادعي لها بالرحمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. لا تنسوا امي، نور عيني وحبيبه قلبي، من دعائكم. السلام عليكم. اللي متابعني من زمان يعرف ان ده رابع او خامس فيديو انزله لمحمود، ربنا يبارك فيه ويرحم والدته. وانا معجب بعلاقه الحب الجميله والبر اللي محمود بيعمله مع والدته حتى بعد وفاتها. انا بعتبرك مثال ونموذج نحب نعممه وننشره علشان العقوق المستمر واللي بيضرب في مجتمعنا. لازم نظهر ان في نماذج كويسه لسه عايشه وسطنا. ربنا يكرمك ويبارك فيك. ادعوا لوالدته بالرحمه يا اخوانا، الله يرحمه. بعتلها.